ما اعرفش يعني. طيب بص يا سيدي، في كلام كتير على عدد كبير من المدربين. انا هقول لك القصه ماشيه ازاي، بس هناك اسم من الاسماء اللي تم طرحها خلال الفتره اللي فاتت دي، ال 24 ساعه اللي فاتوا، وموجود معايا دلوقتي عبر زوم من البرتغال. انا بتكلم على روي اجواش مدرب نادي الزمالك الذي جاء مع فيريرا. ومن هو فيريرا يا ساده؟ هو واحد من المدربين المميزين جدا جدا الذين قدموا الى نادي الزمالك، وفي كل ولايه كان الراجل بيجي فيها نادي الزمالك بيقدر يسيب بصمه ويسيب بطولات ويعمل لعيبه ويمشي. ف روي اجواش هل هو قريب من نادي الزمالك؟ هل اتكلموا معاه؟ طب هل فيريرا ممكن في وقت من الاوقات يجي الزمالك؟ كل ده هعرفه دلوقتي حالا معايا عبر زوم من البرتغال المدرب السابق لنادي الزمالك مستر روي اجواش. برحب بيك، اهلا وسهلا بيك، سعداء بوجودك معانا عبر شاشه ام بي سي مصر 2 وبرنامج قهوه فايق. مساء الخير على حضراتكم جميعا. من دواعي سروري أن أقوم بهذه المداخلة مع حضراتكم الآن للإجابة عن بعض التساؤلات التي تدور في أذهان المصريين كما ذكرت الآن. في البداية خليني أسألك، تواترت عدة أخبار خلال الساعات الماضية عن احتمالية مجيئك أو التعاقد معك كمدير فني لنادي الزمالك. صحة الأمر من عدمه؟ هل تواصل أحد معك من نادي الزمالك أم لا؟ مباشرة من النادي أو بشكل رسمي لم يتحدث أحد، دعني أقول لك، ولكن من خلال محادثات، من خلال بعض المكالمات تم بطبع التواصل معي، ولكن بشكل رسمي من خلال النادي وبرسالة رسمية لم يتم التواصل معي. دعني أؤكد لك هذا، ولكن هذا ما وددت أن أقوله. هل من الممكن أن أفهم أن هذه المكالمات التي جاءت إليك كانت من أجل استطلاع رأيك لمعرفة ما إذا كنت ترغب في القدوم لتدريب نادي الزمالك؟ هل هذا ما أفهمه ويفهمه المشاهد الآن؟ حسنا، دعني أؤكد لك، عندما كنت مع نادي الزمالك مع كابتن فريرا كنت سعيد للغاية في هذه الفترة التي قضيناها الآن من العمل منذ أبريل 2024 وحتى يناير 2023، وأتوقع أننا قمنا بمكسب الدوري، وكان العمل رائع وكانت دولة رائعة والجمهور أكثر من رائع واللاعبين أيضا كانوا أكثر من رائعين. كل هذا أسعدني كثيرا عندما فإذا كنت أنا في يوم من الأيام أعود للعمل مع نادي الزمالك فبالطبع سأكون سعيد للغاية. لماذا؟ لأنني كنت مع هذا النادي في وقت من الأوقات وأعلم جيدا بعض الأشياء الرائعة في داخل نادي الزمالك. ليس فقط شيء واحد، كان هناك العديد من المميزات على رأسها حب الجمهور واللاعبين والجهاز الفني أيضا، وكنت سعيد للغاية مع نادي الزمالك. مستر روي، هل أنت تتابع في هذه المرحلة مباريات الفريق منذ رحيلك مع مستر فريرا عن نادي الزمالك؟ هل تعلم أحوال نادي الزمالك، أحوال الفريق، إمكانياته في الوقت الراهن؟ حسنا، أنا من وقت لآخر أتابع بعض المباريات طبقا للوقت وطبقا للأجندة. حسنا، ولكن كما تعلم الآن أنني منذ وقت طويل لم أتابع بعض المباريات، ولكنني إذا سنحت لي الفرصة أتابع، لأن الزمالك أيضا أعلم أنه قد فاز بكأس الكونفدرالية، وفي أي مكسب كان يقوم بها الزمالك فكنت أكون سعيد للغاية، لأنني كما ذكرت الآن أنني قضيت أيضا بعض الوقت الجميل مع عائلتي في النادي الزمالك، وأعلم أن الزمالك لديه الكثير من الخبرات ولديه العديد من اللاعبين الرائعين أيضا الذين يستطيعون تحقيق المكسب والفوز. دعني أسألك على مستر فريرا في الوقت الراهن. هو واحد من ضمن الأسماء التي ترغب دائما جماهير نادي الزمالك في السؤال عنها، استطلاع أو معرفة ما إذا كان متواجدا في الوقت الراهن لتدريب نادي الزمالك. هل كما وصلت إلينا المعلومة أن الرجل أعلن اعتزاله التدريب أم أنه مستمر كمديرا فنيا؟
أعتقد أنها حقيقة، أنا لا أستطيع أن أتكلم باسمه، ولكن هذا أيضا ما وصل إلينا وسمعناه أحيانا. كانت وسائل الإعلام وهو يتحدث بعض الشيء عن اعتزاله أيضا للتدريب أو العمل في مهنة التدريب. هو يريد أن يجلس هادئا، وأنا أتوقع أنني أيضا كما ذكرت الآن هو يريد أن يكون مع عائلته، أن يستريح بعض الشيء، وهو ما حققه كثيرا وحقق الكثير من النجاحات. وأعتقد أنه بالبطولة الأخيرة التي كسبها أيضا مع نادي الزمالك في الفترة التي قضاها هناك كان سعيد للغاية، وأنا أيضا كنت سعيد معه للغاية. إذن أنت لست ببعيد عن نادي الزمالك، وهو ما يدفعني لسؤالك عن صعوبة هذا الظرف في هذا التوقيت بعد رحيل مستر جوميز، وما الذي من الممكن أن يقدمه أي مدير فني لنادي الزمالك في هذا التوقيت تحديدا؟ بالطبع أنا أؤكد لك أن المراحل الصعبة يمر بها أي فريق، وأنا أعلم أن الموسم قد بدأ في مصر الآن، ولكن الزمالك الآن في مرحلة انتقالية، ألا وهي مرحلة رحيل مدير فني، والزمالك الآن يبحث عن مدير فني. ولكن في حالتي أؤكد لك أن أي مدرب يسعد بتدريب نادي كنادي الزمالك أيضا مع هؤلاء اللاعبين، مع هؤلاء الكوادر الموجودين داخل نادي الزمالك، من المهم للغاية أيضا جوزيه جوميز كما رأيت الآن قام بعمل رائع مع نادي الزمالك وحقق العديد من المكاسب أيضا، وحدث اندماج بينه وبين اللاعبين. وجوزيه جوميز مدرب جيد للغاية، ولكن هناك بعض الظروف التي قد تحدث الآن لا أحد يعلمها. ولكن ما أود أن أؤكده الآن أن أي مدير فني سوف يتم التعاقد معه لتدريب نادي الزمالك سيقوم بعمله الآن، ويتعرف على النادي ويتعرف على اللاعبين أيضا حتى يتمكن من تحقيق المكاسب. مستر روي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، خالص تحياتي وتمنياتي لك بكل التوفيق. أشكرك شكرا جزيلا مستر روي أجواش المدرب. شكرا جزيلا لحضراتكم على هذه المداخلة، وأنا من أشكركم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مستر روي أجواش المدرب السابق لنادي الزمالك، رفقة فريرة في الماضي القريب. الراجل قال لك ما فيش حاجات لي بأي شكل رسمي، محادثات، استطلاع رأي، تحب طبعا أحب، محدش مين يعني. قال لك الراجل أحب طبعا إن أنا مرة نادي الزمالك ارتبطت معاه بأوقات حلوة وعظيمة مع فريرة، وكسبنا بطولة الدوري وعملنا وسبنا بصمة كويسة جدا جدا، لكن ما حدش اتكلم معاه بشكل رسمي. ده كلام روي أجواش.